السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحبايب خاله، يا رب يوم طيب، يا رب يوم سعيد عليكم. وحشتوني. أخرت عليكم كتير بس سامحوني والله، ظروف كده طارئة، بس الحمد لله عدت على خير. أحداث كتيرة دارت اليومين اللي فاتوا دول. منتخب مصر طبعا مع أسبانيا وشفنا بداية المجموعة النهائية لدوري الممتاز، الست مطوشة، بدأت بنادي الزمالك والمصري. وطبعا شفنا نادي الزمالك، مباراة كانت كبيرة، مباراة فرجتنا كده على مطوشة الدوري كده الأيام زمان، أيام ما كان فيها كرة حلوة وكرة نظيفة كده والجمهور مالي الاستاد، وماتش كان 10/10. أحب أختصر بس الكلام كده عشان عايز أكلمكم في كذا نقطة سريعا. ماتش امبارح، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ماتش امبارح يعني شفنا جمهور النادي الأهلي والمساندة اللي حصلت، وكان اللعيبه كلها كانت بتطلب وعايزين مسانده من الجمهور، والجمهور يبقى في ظهرنا. لا، جمهور الاهلي امبارح كان الجمهور مالي استاد الدرجه الثالثه، جمهور بيشجع طول الماتش 90 دقيقه ما بطلش هتافات محفزه للفريق، بيساند بكل قوته. انت في الملعب دورك ايه بقى؟ انت في الملعب دورك ايه؟ بدايه من التشكيل، تشكيل خاطئ، كفايه حرق الدم بقى، وكفايه بقى حرقه اعصاب بقى. تشكيل من بدايه الماتش تشكيل مش نافع. يا عم انت اليو ديانج، ما دام انت طلعته وغيرته اول تغييره وغيرته ومش عايز تلعب اليو ديانج، منزله ليه من البدايه؟ هو الراجل خلاص مضى لفالنسيا، مضى ومش في دماغه دلوقتي، وبيخاف وبيلعب بالشوكه والسكينه عشان رجله، خايف لا يتصاب عشان خلاص هي كلها شهرين ويمشي. ما ابداش بيه. ما عندي محمد علي بن رمضان، منزل بيه يا عم مع مروان عطيه، هو كده كده اصلا سيراميكا كليوباترا كان بيلعب ال11 كلهم ورا، فانت بتلعب لي ب2-6 ليه؟ بتلعب مروان عطيه وديانج ليه؟ منزل محمد علي بن رمضان، مروان عطيه وامام عاشور. على الاقل محمد علي بن رمضان في حته لقدام، بيعرف واحد ضد واحد، بيعرف يصوب كويس، بيلعب بدماغه كويس في الضربات الركنيه. احنا امبارح 12 ضربه ركنيه يا جماعه، مش عارفين نستغل منهم ضربه. 12 ضربه ركنيه، محدش عارف يلعب بدماغه خالص. ويوم ما نفكر نجيب جون بيجيبوا ياسر ابراهيم. فين مهاجمين النادي الاهلي يا جماعه؟ امبارح مش خطا، امبارح احنا بنقول في خطا من التحكيم ماشي، بس انا مش هبني عليه حياتي كلها. هو خطا وممكن يضيع منك الدوري، بس الدوري كان كده كده ضايع اصلا من المطوشه الاولانيه، والدوري ضايع. ليه بقى نبدا نعك في التشكيل وهو شكله اصلا المدير الفني مش فارق معاه؟ خلاص هو عارف كده كده ماشي، مش فارق معاه، عارف ان هو ماشي، عمال يعك في التشكيل. تغييراته كلها امبارح بيلعب الكل في الكل. امبارح جونين مضيعهم من اللاعب اللي اسمه ايمن، الفيرود بتاع ايمن موكا، الفيرود بتاع سيراميكا، مضيع جونين امبارح. جونين كان هيبقى 3-2 ولا 3-1. لا، امبارح في اخطاء كتير. طبعا لعيبه الاهلي بعد الماتش كانوا اعتراض على الحكم بشكل ما كنتش احب النادي الاهلي يبقى فيه اعتراض جامد قوي كده. خلاص هو الماتش هيعمل ايه الحكم؟ حسب ده ضربه جزاء صحيحه وضربه جزاء واضحه، بس ما اعرفش هو بقى الحكم في دماغه ايه. هل هو شايفها ان هي جايه في جسمه بعد كده جت في ايده فعشان كده ما حسبهاش؟ ما اعرفش والله. الفار استدعاه وقال ان هي دي المفروض هي ضربه جزاء، مش عارف. بس في تخطيط غلط من الاول، مدير فني فاشل، مدير فني مش نافع مع النادي الاهلي خالص. كل تفكيره دلوقتي ان انا هاخد ال6 شهور ولا هاخد العقد بتاعي وامشي. لعيبه مش في دماغها، في لعيبه بتلعب في المنتخب ما بتلعبش في الاهلي، مش عارف اللعيبه دي انت فين الروح بتاعتها، فين ادائها، فين التفكير في ان انت كان 6 ماتشات خدتهم كنت خدت الدوري، لكن كل ده بتفكر مفيش فكر، مفيش روح منعدمه خالص. ما لعيبه بتلعب ال11 لاعب، مفيش حلول. فين تصويبات نص الملعب بالنادي الاهلي؟ فين تصويبات نص الملعب؟ هات لي كده لاعب امبارح حاول يصوب، مفيش الا هو مروان عطيه الشوط الثاني تصويبه بره ال18 خالص، وطار عليه محمد بسام وطلعها، ما حجز عليه وما طلعتش اصلا. فين الحلول؟ عندك بزيزو عنده حلول، امام عاشور عنده حلول، حسين الشحات اللي انت كنت مقعده مش مقتنع بيه عنده حلول، محمود حسن تريزيجيه عنده حلول. مفيش. اتفرجنا امبارح 11 لاعب بيلعبوا ورا، لعيبه الاهلي بتاخد الكره من الشمال تحطها لليمين، تجيبها من اليمين تحطها في نص الملعب. يوسف بالعمري امبارح مش حلو خالص. يوسف بالعمري انا عندي ملحوظ عليه كل ماتش، مش بيرفع كور عرضيه عاليه. كل كور يوسف بالعمري ولاحظوها وهاتوا المطوشه واتفرجوا عليها، كور عرضيه ارضيه، كور عرضيه ارضيه. خلاص انا عايز عالي، عايز حد يلعب بالدماغ. مروان عثمان مش فرود، مروان عثمان مش فرود. انت مصمم ان مروان عثمان مش فرود، مش مهاجم يا عم. انا عندي بقى هات لي مهاجم من الناشئين يلعب، وشوف محمد رأفت، شوف محمد رأفت طلعه من الناشئين يلعب معاك في الباقي المطوشه. ما هي كده خلاص خربت، هي خربت. انت دلوقتي الفرق بينك وبين الزمالك بقى 5 نقط، والفرق بينك وبين بيراميدز 3 نقط.
بيراميدز هيلاعب المصري كسبه، هيبقى الفرق بينه وبين خمس نقط. هتستنى بقى ايه؟ هدايا الاخرين. طب انت هتستنى هدايا الاخرين؟ خلاص. الزمالك السنه دي يا جماعه من ساعه ما مسكوا معتمد جمال وهو مركز، بينزل الملعب عارف دخل فيه جون بيعوض باثنين وثلاثه واربعه، اللعيبه بتلعب اكنها متعادله اكنها خسرانه. 90 دقيقة بيجروا، 90 دقيقة بيلعبوا أداء جماعي، ال 90 دقيقة في توجيهات. المدير الفني بتاعنا امبارح احنا مغلوبين لحد الدقيقة 79 1-0 لسيراميكا، وقاعد بيحلل لي مع المدرب العام اللي معاه ولا المدرب المساعد اللي جنبه. يا عم ده علي ماهر امبارح كان هيطلع من هدومه وهو كسبان 1-0. اللاعب المصري عايز حد يديله حماس، عايز يديله حد باور، عايز حد يوجهه، عايز حد يقول له انت ماشي غلط. لكن احنا كده اتحرق دمنا، وفي الاخر تقول لي ما هي في ضربه جزاء. ماشي يا عم ضربه جزاء، ماشي اوكي في ضربه جزاء وضربه جزاء صحيحه، بس انت فين من اول الماتش؟ انت فين من اول الماتش؟ كابتن مصطفى شوبير امبارح انت بتطير. هو انت الكابتن وليد ورعد والناس اللي بتلعب مع كابتن ماجد؟ ما تطير يا عم بايدك الاثنين وطلع بالبوكس. لازم اطير بايد واحده؟ ما هي الكره جامده، هتاخد ايدك وهتخش. لكن لما العب بالقبضتين بتوعي هاخدها هتطلع بره، هتطلع تخبطها من فوق العارضه. لكن انت طاير بايد واحده. يا كابتن مصطفى نركز شويه يا جماعه، نركز شويه. كل اللي احنا محتاجينه من لعيبه النادي الاهلي تركيز، والعب بكل طاقتك والعب بكل قوتك. لكن انا بشوف بدايه الماتش نزلت شويه ضاغط، بعد كده ريحت شويه، بعد كده خطفوك الجون، بعد كده خلاص. اي فريق مصري بيعرف دلوقتي ان النادي الاهلي مفيش حلول عنده. النادي الاهلي حط ال 11 ورا، النادي الاهلي يقعد ينقل من هنا لهنا، ضربه ركنيه، لا مش عارف ايه، لا نشوط بره نشوط فوق. مفيش حلول، مفيش لاعب بياخد الكره كده ويقطم وياخد واحد ويشوط. اجرب مره واثنين وثلاثه، اخلق فرص، اتحرك تحركات من غير كوره. مش شايفين ده كله امبارح؟ انا شايف كله امبارح بيجري، كله امبارح في ال 18 ليله كوره ياسر ابراهيم هوب ده جون، الحمد لله كرم جون. لكن امبارح ما كانش فيه اداء. كل اللي كان اداء امبارح جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يرفع له قبعه. هو جمهورنا، هو احنا اللي محروق دمنا، اللي متعصبين، اللي متضايقين، اللي هيجرى لنا حاجه بسبب اللي بيحصل معانا السنه دي. انتوا من اول الموسم وانتوا قايلين احنا جايبين صفقات وصفقات بمليارات وصفقات، والنادي الاهلي نادي الاحلام وفرقه الاحلام. مش شايف غير كده، شايف عك، شايف لعب مش حلو، شايف مفيش روح، مفيش الحميه بتاعت اللعيبه اللي نازله عايزه تاخد دوري. 6 ماتشات كنت خدت دوري، صالح جمهورك بالدوري اللي كنت خدته. شوف لعيب نادي الزمالك، شوف لعيب الزمالك بيعمل ايه دلوقتي، جمهور ولاعيبه ومدير فني. مدير فني وقف ما تعصبش، لا قدر يدخل الجون في المصري قبل ما نهايه الشوط الاول كان جايب جونين. ارجوكم خلاص، انا كمشجع اهلاوي بقول لكم مش فاقد ثقه ومش فني، بس ما بحبش اعتمد على هدايا الاخرين. لا انا الدوري كان في رجليا، ان انا في رجل النادي الاهلي وفي رجل لعيبته، ان هو كان يقدر يكسب الست ماتشات، ما يبصش النتائج الخارجيه ويبص الزمالك عمل ايه وبيراميدز عمل ايه ومين اللي وقع ومين اللي عمل. لا كنت اكسب الست ماتشات خدت الدوري زي السنه اللي فاتت. لكن احنا السنه دي مش هستنى هدايا الاخرين. انا لسه هلاعب بيراميدز وهلاعب الزمالك ولسه مش عارف هلاعب مين، وعندي الدفاع ما فيش تمركزات صح. امبارح الكوره محمد عبد الله، ده محمد عبد الله اللي احنا عرضناه يا جماعه، ده محمد عبد الله اللي انتوا وديتوه اعاره، واخد واحد واثنين وسبرنتات ياخدها لاخر الملعب وعمل اسيستين امبارح. ولو كانوا جون كانت هتبقى فضيحه بجلاجل. اللاعب اللي احنا وديناه اعاره وما قلنا مش محتاجينه يجيب فيك جون يعمل فيك اسيستين يضيع منك الدوري، والاخر نمسك في شماعه الحكم اصل لينا ضربه جزاء في 94. افرض يا عم ضربه الجزاء دي جت اتحسبت وضاعت. في خطا من الحكم ولازم يرجعوا له، ولازم مخصصين التحكيم والتحليل يشوف الخطا ده من ايه. الحكم ما حسبش ضربه الجزاء ليه؟ ايه تفسيره ليها؟ ايه تفسيره لان هو ما حسبش ضربه الجزاء؟ لكن انا من الاول وحش، انا ليه اوصل لحد الدقيقه 92 ولا 93 وانا مش عارف اجيب جون تاني ولا عارف ان انا اعوض؟ انا من بدايه الماتش كنت انزل اخلص الماتش من الشوط الاول اجيب جون واثنين. ده سيراميكا جايب منه 11 لاعب بس كانوا بيلعبوا رجاله في الملعب. كان في تدخلات قويه، كان في تدخلات عنيفه، والحكم ما حماش قد ما نقدر على قد لعيبه الاهلي ان في ضرب وكده. بس انا مش ما هو كل المطوشه كده كله بيلعب على ان هو سيراميكا يدي فرصه ان هو عايز برضه يبقى مركز ثاني، عايز يبقى مركز ثالث. مش خلاص مش بتلعب دوره رمضانيه ولا بتلعب دوره وديه، انت بتلعب اخر 6 ماتشات لتصفيات النهائي للدوري. لازم نعيد حساباتنا، لازم النادي الاهلي يعيد حساباته، والكلام ده كان من بدري جدا، الكلام ده كان من بدري جدا مش من دلوقتي. لكن للاسف هنقول الحمد لله على كل شيء. نحب بس ان احنا نقول حاجه صغيره بس. محمد هاني كان ايده مكسوره امبارح، نزل ليه؟ خايف على ايده، والراجل كان مجبس ايده وخايف يخش كور مشتركه كتير. عشان ما انت عندك احمد عيد بره، ما نزلتش احمد عيد ليه؟ ما انت جايبه ليه في صفقات يناير من المصري؟ لا يصلح الاهلي. طب مين اللي اختاره ومين اللي جابه؟ ما تديله الفرصه يا عم يلعب، ما نشوفه ماتش كامل. على العموم مش هطول عليكم، الايام اللي جايه دي هتبقى فيها مطوشه ناريه ومطوشه جامده جدا، بالذات كمان ان المصري هيلاعب بيراميدز والمصري غير جهازه الفني بالكامل. نبيل الكوكي استقال
ومسك مكانه الكابتن عماد النحاس. طبعا اللي بتمنى له التوفيق، حد محترم، حد مجتهد، حد كل الدعم للكابتن عماد النحاس بصراحه. انا من عشاق الكابتن عماد النحاس وبحب اسلوبه، راجل محترم. فطبعا هنشوف الفتره الجايه دي مطوشه ناريه اكتر. يا رب يا رب ان شاء الله. انا لو انت مش هتاخد الدوري وشايف انت بعيد عن الدوري، طلع بقى 3 4 لعيبه نشوفهم في الخمس ست مطوشه اللي جايين دول، ولا 4 مطوشه، نحس ان احنا عملنا حاجه، نحس ان احنا استفدنا ان في حد يطلع نشوفه مباشر، ونشوف ايه اللي هيحصل. وطبعا الدوري في الاخر راح للزمالك، راح لبيراميدز، هنقول له الف مبروك طبعا بكل روح رياضيه. بس انا شايف ان لو الاهلي ما يعني الدوري فعلا كمل الاهلي الاربع خمس ماتشات بالطريقه دي، طبعا انا اتمنى يعني بشوف طريقه لعب نادي الزمالك واجتهاده واصراره وكل الظروف اللي هو فيه، واحرز الدوري. هنقول له الف مبروك، الف مبروك فعلا لو يستحق الدوري وياخده. فرق 5 نقط، فرق كبير طبعا، غير انت هتلاعب الزمالك وهتلاعب بيراميدز، ما حدش هيسيب نقطه، ما حدش هيفرط في نقطه بعد كده. خلاص كله بيجتهد دلوقتي ان هو يخلص كل حاجه. بس اتمنى من النادي تراجع نفسها وتشوف القرارات اللي بتاخدها دي قرارات صحيحه، ولا في تخطيط صح، ولا مفيش تخطيط، ولا اي لاعب بنجيبه وخلاص. لعيبه كتيره جت بملايين مش شايفينها، انا مش شايفها. كانت في انديتها الناحيه الثانيه بتعمل كده جون، تعمل كده جون، مش شايفها امبارح خالص، ما بيلعبوش خالص امبارح. كل كره ناخدها نعمل كده باص غلط، كره مرفوعه غلط، الضربات الركنيه، كام ضربه ركنيه اتلعبت للنادي الاهلي امبارح، مفيش حد عايز يطلع يلعب حتى يا عم شارك. حبيب خالو، انا سامحوني انا اتعصبت ومتنرفز جدا. انا راجل اهلاوي بحب النادي الاهلي، بخلص له، مش مستفيد منه والله ماديا ولا اي حاجه، بس بحب النادي الاهلي من صغري وبعشق الكيان. بس زعلان جدا من اللي بيحصل في النادي الاهلي حاليا، وبتمنى من الله ان هو يعدل الظروف دي على خير، وان الكابتن سيد عبد الحفيظ يعدل بسرعه الكلام ده كله، ونشوف بقى النادي الاهلي لو شفناه في الخمس ماتشات الجايين دول يعني يعد للموسم الجديد. وكنتم مع خالو، واستنى بقى منكم اللايك الجميل وفي تعليقاتكم وكل جديد ان شاء الله مع حبيب خالو.